السلام عليكم محبين الدعسوقة والقط الأسود بالمصري. النهاردة معادنا مع حلقة جديدة بعنوان حد الكمال، وما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان اللي جاي أحلى بكتير. ولو بتشوفونا من على الفيسبوك فما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة وتعملوا إعجاب وتشيروا الفيديو على صفحتكم. وبتبدأ حلقتنا مع الدعسوقة والقط الأسود وهما بينقذوا باريس، وبيعترفوا لبعض إن كل واحد فيهم بقى عنده حب في حياته، ومحدش فيهم بيقول هو بيحب مين عشان يحافظ على اللي بيحبه من كشف هويته. وبيفرحوا بنجاحهم سوا وبصداقتهم لبعض. وبعد ما بيمشي القط الاسود بنشوف مارينيت وهي بتتكلم مع آليا، وبتقول لها انها مش قادره تقول لإدريان انها بتحبه، وبتتصل عليها كاجامي عشان تطمن عليها. لكن مارينيت بتتكسف ترد عليها لانها ساعدتها كتير جدا عشان تعترف بحبها لإدريان، وهي اللي فشلت تعترف بالحب ده. وبتكون متوتره جدا ومش عارفه تعمل ايه، وبتهديها آليا وبتقول لها ده وضع طبيعي واهدي شويه وما ترفضيش مساعده اصحابك ليكي. وبنشوف اصحاب مارينيت وإدريان وهما بيحاولوا يقربوا بينهم، لكن مارينيت كل مره بتبوظ كل حاجه بتسرعها وتوترها، وبتبوظ لهم كل الخطط اللي عملوها عشان يساعدوها. وبتروح البيت وبتفضل تتدرب على انها بتعترف بحبها لإدريان. وبنشوف اصدقاء مارينيت وهما بيحضروا الحفله عشان إدريان يغني لها اغنيه. وبتوصل كاجامي وبتشوف تحضيرات الحفله، وبتفرح ان إدريان قدر يوضح مشاعره لمارينيت، وبتفرح ان مارينيت جايه الحفله. وبتوصل فعلا مارينيت للحفله، وبتتكسف جدا لما بتشوف كاجامي قدامها وبتبقى مش عارفه تقول لها ايه. وبنشوف كاجامي اللي كانت بتسجل حاجات في ورقه هنعرف هي ايه بعدين. وبتحاول كاجامي انها تكلم مارينيت، لكن مارينيت بتسيبها وبتمشي، وبتقول لها انا هرد على كل اسئلتك بس بعد ما الحفله تخلص. وكان في دماغها انها هترد عليها بعد ما تعترف لإدريان بحبها عشان ما تكونش مساعده كاجامي ليها راحت على الارض. وإدريان بيبدا يغني لمارينيت وبيعترف بحبه ليها، ومارينيت بتكون مبسوطه جدا ومذهوله من اللي بيحصل. لكن لما بيجي الدور عليها عشان تعترف بحبها بتتكسف جدا وبتطلع تجري. وبتحاول كاجامي انها تروح وراها، لكن آليا بتقول لها خليكي انا هروح انا. وبتروح آليا فعلا وبتحاول تهدي مارينيت وبتفهمها ان اللي بيحصل ده طبيعي جدا. وبتيجي كاجامي وبتتكسف مارينيت منها، وبتفهم كاجامي ان مارينيت مش عايزه تكون ما بينهم صداقه، وان آليا هي اقرب ليها منها. وبتسيبهم وبتمشي. وبنعرف ان الورقه اللي كانت معاها دي كانت بعتها لها ليلى عشان تتاكد من صداقتها لمارينيت، وإن كل الأسئلة اللي فيها مارينيت فشلت فيها للأسف. فبتحبط كاجامي جدا وبتغضب، وبتفضل إنها تكون لوحدها وتنعزل عن العالم في الوقت اللي مارينيت بتهرب فيه من آليا، وبتقول لها إن مهمتها إنها تكون الدعسوقة، وحبها لإدريان ده بيعرض العالم كله للخطر. وبتجري مارينيت وبتتحول للدعسوقة وبتهرب من آليا. وبنشوف كاجامي وهي بتجري وبتعيط، وبيشوفها إدريان وبيحاول يجري وراها، لكن مونارك اللي أشر من الشيطان نفسه بيحس بالمشاعر السلبية اللي جوه كاجامي، وبيسحب قوة كالكي وبيحولها لميجا أكوما وبيبعتها لكاجامي، وبيقول لها إنه هيساعدها عشان تنعزل عن العالم كله. لكنها بترفض مساعدته وبتقول له إن كل غرضه إنه ياخد ميراكلس الدعسوقة والقط الأسود، لكنه بيقدر يقنعها إنه هيساعدها فعلا وهيديها قوة إنها مش هتسمع أو تشوف أي حد وتقدر تنعزل براحتها، وهيكون صديق مقرب ليها. وبتوافق كاجامي على التحول، وبيسحب قوة لونج وبيحولها لكاجامي، وبيشوفها إدريان وبيتحول بسرعة للقط الأسود. وبتشوفها الدعسوقة وبتطلع تجري وراها، وبيجي لها القط الأسود وبيديها الورقة اللي كانت مع كاجامي، وبتعرف إن قلبها اتكسر بسببها. وبنشوف كاجامي وهي قاعدة تفتكر في ذكرياتها مع مارينيت، وبتحاول الدعسوقة والقط الأسود إنهم يواجهوها، لكنها ما بتشوفهمش وبيعدوا منها وبيقعوا في النهر. وبتحاول الدعسوقة توجه لها رسالة اعتذار بالنيابة عن مارينيت في الميكروفون، لكنها برضه مش بتسمعهم وبتعدي منهم من غير ما تشوفهم ولا تسمعهم. لكن بتظهر هليكوبتر الخاصة بالأخبار لتغطية الأحداث، وبتشوفها كاجامي وبتضربها بالبرق. بتفهم الدعسوقة إنها بتشوف الأشياء لكنها ما بتشوفش الأشخاص ولا بتسمعهم. وبتجري الدعسوقة تنقذ الطيارة والصحفيين اللي كانوا فيها، وبتروح تكتب لها بالعربيات إنها عايزاها تتكلم. وبتشوفها كاجامي وبتغضب وبتعمل إعصار كبير جدا، وبيطلب منها مونارك إنها تقضي على الدعسوقة والقط الأسود عشان تفضل في السلام الداخلي بتاعها وفي العزلة بتاعتها. فبتضربهم بالبرق، وبتجري الدعسوقة والقط الأسود بسرعة، وبتستخدم الدعسوقة تعويذة الحظ وبتنزل لها علبة خرز. وبتشوف الخطة وبتطلب من القط الاسود انه يشتري لها بعض الطلبات. وبيروح فعلا القط الاسود لسوكلين وبيجيب منها الطلبات اللي طلبتها منه الدعسوقة. وبتجهز الدعسوقة اللوحة اللي هتستخدمها في الخطة، وبتطلب المساعدة من كل أصدقائها. وبيوصل القط الاسود ومعاه سوكلين، وبنشوف القط الاسود اللي بيستخدم الهليكوبتر عشان يسحب كاجامي وراه، وفعلا بتتعصب وبتجري وراه. وبيوصل للاستاد عند الدعسوقة اللي كانت حاطة الخطة عشان تحرر كاجامي من سحر مونارك. وبترفع الدعسوقة اللوحة اللي عليها رسمة كاجامي، وكل أصحابها بيرفعوا اللوحات اللي بتكون صورة كاجامي، وبتشوفهم فعلا. وبتعرف ان كل اصحابها بيحبوها، وبترفض الاكومة عشان تقدر تشوف اصحابها تاني. وبينهار مونارك
بتتحرر كاجامي من سحر الأكوما، وكانت هتقع على الأرض لكن الدعسوقة بتجري هي والقط الأسود وبيلحقوها، وبتشكرها كاجامي جدا إنها أنقذتها، وبتوضح لها الدعسوقة إن في ناس مش بتقدر تقول اللي جواها، وبترمي الدعسوقة العلبة في السماء عشان كل حاجة ترجع لطبيعتها، وبتديها الدعسوقة ميدالية تعويذة الحظ كرمز للصداقة ما بينهم. وبنشوف مارينيت اللي بتعتذر لكاجامي وبتديها ميدالية عليها صورتهم سوا، وبتقول لها انها مبسوطة جدا ان عندها صديقة زيها، وان مش معنى صداقتها مع اليا ده ما يمنعش ان هما يكونوا اصحاب. وبتقول لها اليا لو مارينيت ما ردتش عليكي تقدري تكلميني، وبتفرح كاجامي جدا بحب اصحابها ليها. بنشوف سروجي اللي راحت لمستر اغريست وكانت غضبانة جدا انه سحر بنتها، وهددته انه لو عمل كده تاني هتقضي على كل احلامه. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا احلى الحلوين، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان اللي جاي احلى بكتير. ولو بتشوفونا من على الفيسبوك فما تنسوش اللايك والشير الجميل، وتعملوا متابعة للصفحة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد عن الدعسوقة والقط الاسود بالمصري. وشكرا، سلام عليكم.